استخدام حائط الكسور 3/4 ناقص تلت، 3/4 ناقص 1/3. الأول نشوف المقام المشترك بين 3 وال4. طبعا عددين متتاليين يبقى اضربهم في بعض، 3 في 4 ب12، يبقى المقام المشترك هو 12، هو اللي بيحدد لي التقسيم. الحائط اهو في النص متقسم ل12 جزء، 1/12، يعني قسمنا الواحد الصحيح ل12 جزء. وبعدين نشوف الكسرين دول، واحد من فوق وواحد من تحت. الكسر ده 3/4، يعني المقام بتاعه 4. طالما المقام بتاعه 4 هنقسم ال12 دول لأربع أجزاء. 4 أجزاء كل واحد بكام؟ أعرفها ازاي؟ أقسم 12/4 فيها 3، يبقى كل واحد ب3. 1 2 3، 1 2 3، 1 2 3، يبقى ده ربع 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 ربع، كل واحد من دول بربع. نروح للكسر التاني اللي هو التلت، المقام بتاعه 3، يبقى هقسم لدول ل3. طب كام واحد؟ كل واحد بكام؟ 12/3 فيها ال4، يعني كل 4 مع بعض. 1 2 3 4، 1 2 3 4، يبقى ده تلت تلت تلت. واستخدم الحقيقتين دول، 3/4 ناقص تلت، دي المسألة. 3/4 يعني 3/4، ربع وربع وربع، يبقى لغاية هنا. نعد دول، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، يبقى ده 9/12 ناقص التلت. عايز تلت واحد بس، اهو التلت في كام؟ 1 2 3 4 اهو، يبقى في كام؟ 4/12. ونطرح 9 ناقص 4 5، والمقام زي ما هو. يبقى انا كده استخدمت حائط الكسور، وممكن اعملهم في رسمتين، ده مع ده في رسمة، وده مع ده في رسمة تاني، حائط تاني.